السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بألف خير. في حالة زيطة وهرج ومرج طالعة من معسكر أبيض، معسكر نادي الزمالك امبارح والنهارده بخصوص لقاء السوبر اللي هيتلعب بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الإمارات إن شاء الله يوم الجمعة 5/5. نادي الزمالك طلع تسريبات من عنده إن هو ناوي على الانسحاب من اللقاء، لأنه معترض على حاجتين في اللقاء. أول حاجة إنه معترض على التحكيم المصري. التحكيم المصري هيقود المباراة كابتن محمود البنا. وتاني حاجة انه معترض على مشاركة محمود كهربا في اللقاء بداعي ان هو موقوف 12 مباراة من لجنة الانضباط، والمفروض الايقاف ده يسري على لقاء السوبر، فالمفروض محمود كهربا ما يشاركش. لو جينا حللنا السببين اللي الزمالك بيعول عليهم وعامل ومصدر بيهم الضجة والحالة الانفلات اللي طالعة من جماهيره اليومين دول، هنبص كده نحللهم. اول حاجة بالنسبة للحكم المصري، بأمارة ايه نادي الزمالك انت معترض على الحكم المصري؟ احنا لو جينا بصينا كده في الماضي القريب، نادي الاهلي ونادي الزمالك لعبوا اخر مباراتين كان في السوبر المصري اللي فات واتلعب في الامارات والزمالك خسر بثنائيه نظيفه، واللقاء اللي فات كان في الدوري والزمالك خسر بثلاثيه نظيفه. بمين؟ بحكم اجنبي مش بحكم مصري. تمام؟ ده الماضي القريب. لو جينا بقى بصينا على تاريخ اللقاءات بين الفريقين في كل المسابقات، دوري، كاس، سوبر، بطوله افريقيا، 99% من اللقاءات دي اتلعبت بحكام اجانب. طب معظم اللقاءات دي انتهت بفوز مين؟ انتهت بفوز النادي الاهلي. تمام؟ فالمفروض ان اللي يصر على الحكم الاجنبي هو النادي الاهلي مش نادي الزمالك. نادي الزمالك بيلاقي نفسه مع الحكم المصري. نادي الزمالك اتوجه له اخر دوريين بقرارات تحكيميه كان فيها كوارث واحتواء وما الى ذلك. نادي الزمالك اخر احصائيه بتقول ان هو اكثر تاني نادي في العالم حصولا على ضربات الجزاء خلال 3 سنوات. متصور يا مؤمن؟ 3 سنوات، مش مثلا الدوري اللي فات، لا ده الدوري اللي فات والدوري اللي قبليه والدوري اللي قبليه. الزمالك هو الثاني اكتر نادي في العالم حصل على ضربات جزاء. طيب مين اللي اداله ضربات جزاء دي؟ الحكام الاجانب؟ لا، الحكام المصريين. فانت يا زمالك الدنيا كلها متوجهه ومظبطه لك بالحكام المصريين، فانت باماره ايه معترض على الحكم المصري؟ بالعكس، انت بالنسبه لك الحكم المصري بيزود فرصك في الفوز باللقاء. فالمفروض ان الاول اللي يعترض النادي الاهلي مش انت خالص. طيب تاني سبب بيتكلم فيه مشاركة كهربا موقوف من لجنة الانضباط 12 لقاء. عمل استئناف على النادي الاهلي، عمل استئناف على القرار. فالاستئناف على القرار بيوقف العقوبة لغاية ما اللجنة تظلمات تبت في القرار. ألف زائد ب. طيب فأنت معترض على إيه؟ إيه حالة الرعب اللي عندك دي من لاعب أيا من يكون؟ يعني ده لو ميسي لو رونالدو المفروض ما تبقاش مرعوب قوي كده، واحساسك ان انا ما عنديش الثقه نص الثقه اللي طالعه من رعب الزمالك محمود كهربا. يعني محمود كهربا لعيب كويس جدا وكبير، بس مش لدرجه الرعب اللي طالع من جماهير نادي الزمالك ومن ادارته على مشاركته في اللقاء. تمام؟ لكن هي القصه مش قصه مشاركه محمود كهربا في اللقاء فنيا. هي المشكله هي القصه كلها تلاكيك ومحاوله من اداره نادي الزمالك بان هو تسويف ومحاوله تصدير لجماهير نادي الزمالك ان قرارات العزل والمقصود بيها رئيس مجلس الاداره اللي بيدافع عن حقوق النادي، اللي بيجيب حقوق النادي، فده طبعا ايه مش عاجب اتحاد الكوره ومش عاجب وزاره الشباب والرياضه، فبيحاولوا يمشوه وبيفرضوا عليه لعب السوبر. القصه كلها كلها حاله سينمائيه يعني. طيب لو احنا مش هنقول ان دي حاله سينمائيه وان الزمالك لا متمسك انه ينسحب باللقاء عشان حاسس بالظلم، طب لما انت متمسك بالكلام ده ما انسحبتش النهارده ليه؟ ما انسحبتش بكره ليه؟ ما انسحبتش يوم السبت ليه؟ لا ده الزمالك هيعقد اجتماع طارئ للموضوع ده يوم الاحد ان شاء الله الساعه 3 العصر. هو في موضوع حيوي وقوي على الساحه حاليا غير الموضوع ده ما يستاهلش منك ان انت تاخد قرار فيه النهارده تعمل فيه؟ لسه هتعمل اجتماع طارئ يوم الاحد الجاي؟ ده انت كنت بتاخد القرار قبل ما يعني لما يكون في مباراه الزمالك بيخسر فيها مثلا، كان رئيس النادي بياخد القرارات قبل الماتش يخلص، ايقاف اللعيبه ديا وايقاف مستحقات اللعيبه ديا ومشي المدرب ما بالك بقرار زي ده؟ قرار مصيري في مشاركه النادي في السوبر المصري وفي الامارات، وانت لسه بتسوي في الموضوع تخليه يوم الاحد الجاي. هو القصه كلها مقصود بيها ان الزمالك يكسب بيها وقت. يمكن ان الراي العام الزملكاوي والاعلام يحاول يصدر ان خلاص فعلا الزمالك هينسحب من اللقاء، فيمكن يحصل اي تنازل فالزمالك ياخد بيها لقطه ويبان بيها ان هو بص فرض رايه على اداره الكره المصريه، زي ما النادي الاهلي فرض رايه وخلى محمود كهربا يلعب اللقاء. طبعا الكلام ده
مش وارد. وهقول لك انا بقى الخلاصه: الزمالك هيلعب لقاء السوبر، هيلعب. مفيش كائن حي، كائن حي جوه نادي، مش مسؤول، لا كائن حي كده جوه نادي الزمالك يجرؤ انه ياخد قرار لانسحاب من لقاء السوبر، لسبب بسيط: اللقاء ده مش هيتلعب في برج العرب، مش هيتلعب في المقاولين، مش هيتلعب في استاد القاهره، ده هيتلعب في الامارات. الامارات وما ادراك ما الامارات. فاللقاء مش وارد تحت اي ظرف من الظروف تعمل شغل عيال، مش لاعب، مش هيحصل. ما تجرؤش اصلا تطلع منك، لان زي ما قلت لك انت لو كنت عايز تاخد القرار ده كنت خدته النهارده وكده، وتضرب على الحديد وهو سخن، وتاخد بقى الشعبيه والجماهير تطلع يقول لك الله يا بلدنا، الله على اداره الزمالك ومش عارف مين معاه. لكن انت مسوف في الموضوع اليوم الحد، يمكن يحصل في الامور امور، تاخد اي بنط في اي حاجه، تاجل عزلك بقى، تبان قدام، حتى لو اتعزلت تبان قدام الجماهير: بص عشان خاطر ايه فانا اتعزلت. هي دي الفكره. على الناحيه التانيه طبعا الاعلام الزملكاوي صفحات بقى وناس منتمين نادي الزمالك بيهيجوا الدنيا، بيلعبوا على الراي العام الزملكاوي انه الانسحاب والظلم ولازم ننسحب ولازم ننسحب. طب انت اللي هتبص لما تيجي تبص على الناس اللي بتشجع الانسحاب دول هتلاقيهم مين؟ كلهم يا اما ناس تبحث عن الشو، يا اما ناس بتطبل لمجلس الاداره، يا اما ناس مش موجوده في الاضواء وعايزه تبقى موجوده تاني في الاضواء. فهتبص تلاقيهم كلهم ايه؟ يا اما ناس بتساند مجلس الاداره لاجل المسانده وخلاص، اهو بونت وخلاص، لانه يعول ان مجلس الاداره انه مكمل فبيعايز يبان انه واقف جنبك في الوقت ده يعني. فهتلاقي كلهم كابتن تامر عبد الحميد، كابتن ميدو، كابتن احمد عيد، كابتن ايمن يونس، هتلاقيهم كل او اعلاميين تمام ينتموا لنادي الزمالك، كلهم بيبحثوا عن بونت عند مجلس الاداره. لكن هتبص لناس تانية اصوات عاقله في نادي الزمالك هتلاقيهم ما اتكلموش في الموضوع ده بتاتا. هتلاقي حسن شحاته ما اتكلمش في الموضوع ده، هتلاقي حلمي طولان ما اتكلمش في الموضوع ده، هتلاقي كابتن احمد عبد اللطيف ما اتكلمش في الموضوع ده. يمكن الصوت العاقل اللي اتكلم في القصه دي واتكلم بشكل موزون كان الكابتن وائل الاباني، وقال الزمالك مش هينصلح حاله الا لما يشيل النادي الاهلي من دماغه، وما يحاولش ان كل حاجه يبقى هو البعبع بتاع النادي الاهلي، كل حاجه الاهلي 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 الاهلي، ويخرج نفسه من القصه دي ويبص لنفسه. وطبعا اتقابل بهجوم ساحق من جماهير نادي الزمالك الا من رحم ربي يعني. فهتلاقي دايما معروف كابتن خالد غندور طبعا على راس الناس اللي برضه اللي بتنفخ في النار وبتحرض وبتشجع الفتنه دي، مش اول مره يعمل في كابتن جمال، كابتن خالد غندور يعمل الكلام ده. ف زي ما قلنا خلاصه القصه: نادي الزمالك هيلعب بمزاجه، هيلعب غصب عنه، هيلعب. ومحاوله تصدير ان راي العام الزمالكاوي مش راضي ومش قابل، لا خلينا بس نبقى رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يا جماعه اول طريق الاصلاح ان انا ابقى عارف انا قدراتي ايه والمنافس بتاعي قدراته ايه. ما ينفعش انا كزملكاوي او كنادي الزمالك بصراحه يعني اساوي نفسي بالنادي الاهلي. يا جماعه بس بالعقل، باماره ايه انت بتساوي نفسك بالنادي الاهلي؟ باماره ايه؟ بطولات ولا تاريخ ولا شعبيه ولا ايه؟ ما عندكش اي حاجه تخليك تتساوى مع النادي الاهلي. فانت الراي العام الزملكاوي ليس له قيمه على الاطلاق، ده حقيقه. ففكره انت بتحاول ان الراي العام دي هتجيب نتيجه عكسيه. ان انا لو زملكاوي، لو فرضا انا زملكاوي وعمال اشجع بقى على الانسحاب ومش عارف ايه وبتاع، وفاكر ان الاداره هتعمل وتسوي، في الاخر الموضوع نام، وانا غصب عني فرقتي هتلعب، غصب عني هتلعب في السوبر، ده هيعمل لي احباط كتير جامد جدا، وهيزود احساسي ان انا قليل قدام النادي الاهلي. هو ده اللي هيحصل. فلازم انا اتعامل بالواقع، ما احاولش اقارن الراي العام الاهلاوي براي العام الزملكاوي طبعا، لان الراي العام الاهلاوي بيستند على قوه النادي الاهلي، جماهيريه النادي الاهلي، بطولات النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي، فبتستند على حائط جدار متين. لكن انت كزمالك ما عندكش الكلام ده كله. فعشان بس ما نرفعش مستويات مستويات عاليه قوي عند الزمالك ان الاداره هتاخد قرار جامد جدا، بلاش السوبر اللي مثلا لو جينا في اداره الزمالك ما خدت 100,000 قرار انسحاب قبل كده، صح؟ من الكاس ومن الدوري هل فيهم قرار واحد اتنفذ؟ مفيش ولا قرار فيهم اتنفذ. دي بطولات ايه محليه، ما بالك بقى ببطوله هي محليه لكن هتتلعب في الامارات. استحاله، مستحيل. عشان بس ايه ان احنا ايه ما يعني حبايبنا الزملكاويه ما يتعشموش قوي ان في قرار جامد قوي وانا قاعد مستني اليوم لحد بقى وركب بيتخبط في بعضها ومستني الاداره هتاخد القرار اللي هيبرد ناري. لا، انت كزملكاوي القرار مش هيبرد نارك خالص، تمام؟ بالعكس انت هيشعل لك نار اكتر. انت بقى كزملكاوي نفسك الاداره تاخد القرار ده، مش احساسك بالظلم، لا، انت عشان انت عارف ان انت
قدام وحش مفترس. هتلاعب النادي الاهلي في كامل جاهزيته بكامل قوته، وانت في حاله مش ولا بد، فعارف ان النسبه بنسبه كبيره جدا بامرك يا رب الاهلي هيكسبك، وهيكسبك بسكور. فانت بتحاول تهرب. اهرب ازاي؟ انسحب 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 عشان احنا مظلومين. هي ده اللي انت بتفكر فيه. لكن انت غصب عنك هتلعب قدام السوبر، غصب عنك هتخضع للمارد الاحمر. ان شاء الله خير، وبامر الله النادي الاهلي بامر الله يشرفنا. ان شاء الله عنده لقاء يوم السبت مهم جدا مع الرجاء في لقاء العوده في دور الثمانيه. ان شاء الله النادي الاهلي يتجاوز هذه العقبه. ان شاء الله اللي جاي كله انتصارات للنادي الاهلي. السلام عليكم.